اذا اولا بعدا غادي نهضروا على البوماده ديال الحرق اللي الاخوات كلهم كيعرفوها. البوماده اللي كنستعملوها او كتستعملها السيدات من بعد ما كيديروا الازاله ديال الشعر. هاد البوماده ديال الحرق كيخلطوها مع الضوء الاحمر وكيدهنوها البشره ديالهم وكيباتوا بها. وكاين بعض الاخوات اللي كتخلطها وكديرها في الحمام واحد المده ديال نص ساعه حتى لساعه الا ربع ومن بعد كتحك. فهنا كيقول لك انها كتبيض وكترجع البشره يعني 5 لا هذا غلط. الا درنا هذه البوماده هذه واستعملناها اللي هي كتستعمل غير الحرق وكتستعمل موضعيه وكتستعمل واحد الفتره مؤقته، فاشنو كيوقع ان الجلده كتسلخ وديك الجلده الواقيه كذلك كتسلخ بحال درنا الحامض والودعه بحال خوينا الماء القاطع على الجلده ديالنا. اذا كنرجعوا لنفس الموضوع. هذه من جهه. من جهه اخرى كاينه واحد الوصفه سحريه كذلك اللي كانت كتداول بزاف واللي كان ما كاينش شي واحد ما كيهضرش عليها، هي واحد الصابونه ديال الحليب. حنا كنسمعوا ديك الصابونه فيها الحليب المرطب، كيسحب لنا ديك الصابونه راه طبيعيه. واش كنديروا؟ كياخذوا الصابونه كيطبخوها في الحليب وكيزيدوا عليها مكونات وكيدهنوها الوجه ديالهم وكيباتوا بها. حنا كاختصاصيين في المواد الطبيعيه راه كيكون واحد الصابون ما فيهش السلفات، يعني المواد اللي كتكون حمضيه، ما فيش البارابين، المواد اللي كتكون حافظه، وكذلك مواد اللي كتكون يعني كتستعمل في المواد الكيميائيه الصابون، وما فيش عده مواد كيميائيه وكيتستعمل طبيعي. وهذا الصابون هذا كنقولوا الانسان من يستعملوا ويغسلوا ما يباتش به. فبالاحرى ان واحد الصابونه اللي فيها مواد محافظه، فيها مواد كيميائيه، فيها املاح حمضيه. شنو هما الاملاح الحمضيه؟ بحال الماء القاطع، بحال الملحه. وهادو كاملين كنجيو حنا كنديروهم على البشره ديالنا وكنباتوا بهم يعني وما مادينها لا في صحتنا وما داينها لا في البشره ديالنا لا في حتى حاجه.